انولد سلفادور دالي سنة 1904 ميلادي، وبالتحديد في يوم 11 من شهر مايو، منطقة تسمى غاندا، وهاي المنطقة موقعها في اسبانيا بالقرب من الحدود الفرنسية. وكانت عائلة سلفادور دالي غنية جدا، ولأن عائلة سلفادور دالي كانت معروفة بالثراء كانت تلبي طلبات دالي من صغره، وكان هذا هو السبب اللي خلى دالي شخص مينون وشخص طائش في تصرفاته. وبدت معالم الاضطراب العقلي عند دالي تظهر مبكرة في سن 5 من العمر. وبدت معالم الاضطراب العقلي عند دالي تظهر بدري وهو بعده في عمر 5 سنوات. وكان دالي يستمتع يوم يشوف حد قدامه يتعذب، وبالذات ومرة من المرات قام دالي ودفع صديقه على مجموعة من الصخور، والأمر اللي خلى صديقه ينصاب إصابة بالغة. والغريب في الموضوع إن دالي قاعد يشوف ربيعه وهو مبتسم وما اعتذر له، وهذا سوى بداية لما سيشهده دالي بعد ذلك. في هاي الفترة انتشرت النازية اللي يتجنبها الكثير من الفنانين والسياسيين، ولكن سلفادور دالي كان مختلف عنهم تماما. فقد ظهر دالي على الملأ وبدأ إعجابه الشديد بهتلر، لدرجة أنه قام ورسم لوحة أطلق عليها اسم ساتمناه هتلر. لم يقم دالي برسم هذه اللوحة فقط، قام ورسم العديد من اللوحات اللي سببت صدمة للنقاد في هذاك الوقت، لدرجة أن الأطباء النفسيين قاموا بتشخيص سلفادور دالي وقتها بأنه يعاني من انفصام في الشخصية. وحصل دالي على شهرته الكبيرة بعد مجموعة من الأعمال اللي قام برسمها. شارك سلفادور دالي في صناعة أحد الأفلام السينمائية واللي كانت من إخراج أحد أشهر المخرجين في إيطاليا، ولكن ما زاد شهرته أكثر، وهي اللوحة بعنوان ثبات الذاكرة، كان رسمها باستعمال عقله الباطن اللاواعي. تجدر الإشارة إلى أن هذه اللوحة تم عرضها في نيويورك في معرض جوليان ليفي، كان هذا سنة 1923 ميلادي، وحد شرى هذه اللوحة من قبل شخص محب للذوق والفن في تلك الفترة. واعتبر النقاد هذه اللوحة من اللوحات اللي غير مفهومة وصعبة أنها تنفهم، وهذا الموضوع زاد شهرته. وهذه اللوحة تم عرضها في نيويورك في معرض جوليان ليفي سنة 1923 ميلادي، وشراها واحد محب للذوق والفن في تلك الفترة. واعتبروا النقاد هاي اللوحة من اللوحات الغير مفهومة أو صعب أنها تنفهم، وهذا زاد من شهرتها. في هذه الفترة كان عقل سلفادور دالي ما له أي مثيل. دالي كان يعتبر أن الوقت ليس له وجود، عشان شي قام ورسم مجموعة من الساعات الذوب في الصحراء. وخلال سنة 1984 ميلادي نشب حريق كبير في منزل دالي ووسط ظروف غامضة. البعض يقول أن هذا الحريق كان محاولة للانتحار، ولكن سلفادور دالي نجا من هاي الحادثة. ومات سلفادور دالي بعد هاي الحادثة بحوالي 5 سنوات، وبالتحديد في يوم 23 من شهر يناير عام 1989 ميلادي. وغادر سلفادور دالي الحياة مخلفا وراءه إرثا هائلا من الأعمال وكذلك الأموال.